يرى مثل البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيل. الكانجرو بقى الحقيقة في فقرات كتيرة ما جبناهاش، هنجيبها المرة الجاية إن شاء الله. ده أغرب موقف الحقيقة مر بيا في المسألة ده. هي شوفوا الكانجرو ضخم قد إيه، بصوا هيطلع جنين قد إيه. خليكم معايا شوفوا ادي الجنين بيخرج اهو، ادي الجنين بيخرج اهو. سبحان الله العظيم، جنين صغير جدا جدا جدا. هتشوفوا حجمه قد ايه، ما يجيش مثلا قد عقلة الاصبع. انا استغربت، تفتكروا ليه؟ تابعوا معايا في الموضوع ده وهتشوفوا دلوقتي هو ايه اللي بيحصل. شوفوا هي بتولد نفسها برضو، شوفوا رحمة الأم. شوفوا ادي الكانجرو. تفتكروا تتخيلوا يا إخواني وأخواتي إن حجم الكانجرو الكبير ده يولد الحجم الصغير جدا ده؟ تفتكروا ليه؟ بصوا الكانجرو الصغير رايح فين. بصوا هو لسه ما اكتملش نموه أساسا كجنين. شوفوا هو رايح فين، عمال يسعى ويكافح ويطلع ويتسلق. تفتكروا رايح فين؟ رايح للكيس اللي بيقعد فيه طول عمره بعد كده جوه بطن أمه. شوفوا ايوه اهو عمال يطلع لحد ما هو يوصل في فوهة الكيس اللي جوه بطن الكانجرو. عارفين ليه؟ هتشوفوا دلوقتي اهو وصل جوه الكيس اهو. وامه طبعا عارف، سبحان الله، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. لان مكان الرضاعة بتاعه والاكل بتاعه اللي هيكمل فيه نموه بعد كده موجود جوه هذا الكيس. شوفوا هيفضل يبحث عن مكان الرضاعه اهو. سبحان الله العظيم. شوفوا هو ملوش عيون اصلا دلوقتي، يعني انت لو نظرنا في وجهه اهو، شوفوا وجهه مفيش عيون يشوف بيها بشكل كويس اهو. شوفوا التقم ثدي الام وبدا يرضع ويتهنى لحد ما يكبر جوه بطن امه او جوه الكيس اللي هو كيس الكانجرو اللي بيبقى هو بيبقى متغلف كده حواليه. ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقره، يا من يرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. يا من